بمناسبة الأحداث اللي بتحصل حوالينا دلوقتي في العالم، آباء وأمهات كتيرة هيسألوا نفسهم هل إحنا مطالبين إن إحنا نعرف ولادنا اللي بيحصل حواليهم، ولا مادام ما سألوش وما جوش يتكلموا معانا خلاص ما نتكلمش معاهم ونبعدهم عن أي أذى نفسي أو سمعي أو بصري ممكن يتعرضوا له ويأثر على نفسيتهم؟ أولا السؤال غلط. حضرتك وحضرتك لا تمتلك رفاهية القرار انك تقول ولا لا. احنا واجب علينا ان احنا نعرفهم ونفهمهم ونقول لهم ونوريهم ونسمعهم. ده واجب علينا. دي حاجة، دي عقيدة بقى، دي حاجة ضمن العقيدة بتاعتنا. فكونك انك تسأل السؤال هيكون من امتى نعرفهم، ازاي نعرفهم، لكن نعرفهم ولا لا ده غلط. من امتى نعرفهم؟ من السن اللي هم بيبداوا يفهموا فيه، وليكن هنقول من 3 سنين. هنبدا نتكلم معاهم بجمل مبسطه وكلمات بسيطه بحيث ان هم يفهموا اللي انت عايز تقوله بسرعه من غير ما تدخل لهم مصطلحات جامده وكبيره. ما ندخلش الاحداث في بعضها، نحكيها لهم زي حدوته من اول خالص لحد دلوقتي. نعرفهم ان هم ليهم دور فعال واساسي واكيد سواء دلوقتي ولا لما يكبروا. انك تربي طفل على عقيدة الجهاد وعقيدة اخذ الحق ده في حد ذاته تربية عظيمة. احنا ما بنربيش عيالنا على ان هم ياكلوا ويشربوا ويروحوا المدرسة يتعلموا كام كلمة انجليزي علشان نبين قدام الدنيا قد ايه احنا متعلمين ومثقفين. احنا الهدف الاساسي والاسمى عندنا في تربية ولادنا هي العقيدة السليمة والفكر الصحيح. لاقوا فيه فرق كبير جدا في التفكير ما بين طفل اتربى على قضية فلسطين وشايل على كتفه هم ان هو ليه دور في النصرة، وطفل تاني كان كل مشكلته في الحياة البرية والقلم والاستيكة ولبس العيد، وان انا انزل احضر درس معين واحفظ كلمة معينة واجيب درجات معينة. بس اولادنا هم الادخار الحقيقي لينا، لازم نحسن تربيتهم وعقيدتهم وثقافتهم ومسامعهم